السلام عليكم، معكم محمد إدريس من قناة مومنت في اليوتيوب. اخواني اخواتي، حبينا نحكي عن كم شغلة بسيطة اليوم وان شاء الله ما ناخذ وقتكم كثير. بالبداية بنحكي عن سرعة الشتر او سرعة الغالق. سرعة الغالق هي عبارة عن شباك صغير ينفتح ويسمح للضوء بالدخول للكاميرا ويسكر، بعدين يحلل الضوء هذا يطلع لنا كصورة. طبعا سرعة الشتر اذا كانت سريعة تقدر تجمد شيء قدامك، مثلا سيارة مرة انت حاط سرعة شتر سريعة تلقى السيارة تجمد السيارة قدامك، تطلع لك سيارة واضحة ما فيها اي عيوب. لو خليتها بطيء 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 يعني بتكون السيارة اللي مرة طلعت لك فيها بس انوار السيارة، يعني زي بعض الصور تشوفونها، تشوفون شارع له خطوط الوان يعني صفراء بيضاء للسيارات. طبعا هذه يسوونها بشتر بطيء. الشيء الثاني فتحة العدسة. فتحة العدسة عبارة عن شيء زي الحلقة يكون قدام الشتر، كل ما توسع كل ما سمح للضوء بالدخول، يعني كل ما وسعنا فتحة العدسة كل ما دخل نور أكثر للكاميرا، وكل ما صغرنا فتحة العدسة كل ما صار الضوء اللي داخل أقل. الشيء الثالث اللي هو الآيزو. الآيزو عبارة عن حساسية الكاميرا للضوء اللي داخلها، يعني تقدر ترفع الايزو يخلي بالصورة نور قوي، تقلل الايزو يخلي بالصورة نور ضعيف. طبعا اذا كان الايزو قيمته كبيرة يطلع لك تحبب بالصورة اللي هو نويز. طبعا اكيد انت ما تبغى يكون بصورتك شيء كذا يخربها او اي شيء، هذا شيء. طبعا الحين بنجرب سرعة الغالق وفتحة العدسة والايزو، يعني بسوي لكم امثلة تجريبية سريعة عشان توصلكم الفكرة. اوكي حبايبي، هذه تجربة ان شاء الله تكون بسيطة وتوصل المعلومة اللي نبغاها توصل. شايفين معي هذه نهاية فيلم، بس حبيت اجرب اوريكم الشتر البطيء والشتر السريع. تقريبا الحين حطينا شتر سريع شوي وبنشوف كيف يكون. شايفين الكلام كيف واضح؟ الحين بجرب شتر بطيء. شوفون لما اخلي الشتر بطيء كيف تبين الصورة وتطلع الوان بالصورة. شوفوا الكلام كيف طلع. طبعا هذه تجربة صراحة ما قد شفت احد يسويها، بس اتوقع توصل المعلومة. جرب برضو شتر بطيء بس اسرع من اللي قبل شوي. شايفين كيف طلع الكلام؟ جرب شتر سريع وزي ما قلت لكم اللي يكون هو تجميد الصورة. شايفين معي كيف؟ تقريبا كل شيء واضح. الحين شوف فتحة العدسة. شوفوا معي لو تلاحظون ان هنا طبعا فتحة العدسة اللي 4.5، كل ما زودنا الرقم تضيق فتحة العدسة، فعشان كذا تظلم الصورة. كل ما زودنا يكون ظلام ظلام بالصورة، كل ما وسعنا تفتح الصورة. ليش؟ لأن زي ما قلت لكم انه كل ما وسعنا فتحة العدسة كل ما دخل نور، وكل ما ضوقنا فتحة العدسة كل ما طلع نور. وهذا هنا الايزو. شوفوا معي كيف انه يبين كل شيء يبين بالصورة. طبعا انا ما انصح ابدا ابدا ان احد يرفع بالايزو. انا اتوقع 100 حلو. ستر طبعا الظروف هي اللي تحكم صراحة، يعني ما يحتاج ان انت تجيب مكان وتقول انا بصور كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. يعني ظروفك هي اللي بتحكمك انت وش تختار وش ما تختار. بالنهاية حبايبي أحب أشكركم وأحب أشكر كل من ساعدني في الموضوع هذا. نلقاكم إن شاء الله بحلقة ثانية، وفي أمان الله.